اول حاجه اللي شريت من بيم هي هاد ليمون. لقيتهم في الاشكال والانواع، المهم راهم كاتبين لي فيها السميه لحقاش كنت شريتهم وخليتهم عندهم. كاين هاد الليمون ديال السيليكون، وحنا عارفين هاد السيليكون راه صحي، ماشي بداك السيليكون اللي كنلقاو واحد النوعيه رديئه. هذا السيليكون صحي ونوعيه ممتازه. هذا خديت هذا على شكل قلب، كنت شحال هادي باغا نشري هاد الليمون ديال القلوبه، وكنلقاو معاهم هادي اللي كنهبطوا بها الكيك وكنحركوا بها، ومعها 6 اخرين ديال صغيورين تا هما فيهم القليبات وفيهم هاد البلاصه كتبقى خاويه، كنعمروها بالشوكولا ولا شي حاجه. المهم كاينين هنا 6، 2 4 6. غادي نلقاو بزاف الاشكال ديال الليمون كما شفنا في الفيديو. كاينين اللي دايرين على شكل ورده، كاينين اللي دايرين عاديين، كاينين المربعين، كاينين المستطيلين، على الاشكال والانواع. ها هما هادو بزاف زوينين كاع بزاف، وكاينين في الالوان، كاينين في هاد اللون بحال القرونه، وكاينين بحال القرونه ميل الاحمر، وكاينين في الموف، وكاينين في الابيض جو وفي شي لون اخر. المهم هادو الالوان اللي كاينين. الحاجه اللي عجبتني بزاف بصراحه ما مشيتش على ودها هي هاد، ما مشيتش على ودها، مشيت نضرب غير دويره ونجيب هاد الليمون هادو وصدقت واخداها. صراحه كتعجبني بزاف بزاف، وكنت باغا نشريها. هادي طحانه ديال هما دايرين 2 في واحد، متعدده الوظائف. هذه انا شريتها على ود القزبر والمعدنوس، البصله، الكفته، اي حاجه، ولكن هما دايرين مع هذا الموتور ديالها، ودايرين مع هذه فيها بحال الكاس ديال الطحان ديال مولينكس، او عفوا ماشي مولينكس، صافي دينا حنا نقولوا مولينكس. طحان كهربائي كطحنوا فيها العصير وكدير لها غير القفاله وكتشربها. ها هي بهذا الشكل هذا. غادي نحلها معاكم، مازال كاع ما حليتهاش، باقا جديده، فيها واحد الكتاب ها هو، وغادي نديروا شي تجربه نستعملوها نشوفوها واش شكروها بزاف. وحنا عارفين هاد الماركه ديال الكيوي مشكوره في المحلات ديال بيم. انا غادي نحلوه معاكم. هذا ماشي دجاج، ولكن النوعيه ديالو زوينه بحال الدجاج في هاد البلاصه. ها هو الموس. المهم انا غادي نحلها معاكم وتشوفوها. فيها الموس، فيه 4 ديال الماس. هذه القفاله، المهم الماركه باينه مزيانه. هذه القرعه اللي فيها العصير، هادشي ما عرفتلوش، ولكن المهم من هنا كنطحنوا، ملي كنطحنوا كنحيدوا هاد القفاله وصافي، وكنستعملوها على شكل ها هي. ملي كنطحن العصير ديالي كنحيد هاد الموس. صراحه عمليه هذه هكا اللي عنده الصوبه، الوليدات، العصير، الدراري كيديروا الرياضه، جيتي على غفله بغيتي غير شويه ديال العصير، صافي دغيا كطحنيه وكتقلبيه هكا. وغادي نحيدوا القفاله صافي، وغنديروا القفاله ديالنا، غادي تولي على شكل قرعه زوين. اللون ديالها في الكري، هذه سيليكون، الميكا ديالها زوينه صراحه. المهم الشكل زوين. وهنا غادي نلقاو هذا الموتور، ما خفيفش ثقيل، هذا الموتور ديالها. المهم هكا يمكن تستعمل. المهم ها هي كتجي على هذا الشكل. من بعد ان شاء الله وندير لكم نيت في هذا الفيديو نطحنوا فيها شويه القزبر وشويه البصله ونطحنوا العصير، نشوفوا الوظائف ديالها، واش فعلا شي حاجه زوينه كطحن مزيان ولا غير الصوره. هانتوما معايا نوريكم بعدا البقيه ديال المشتريات ديالي اللي شريت، ونديروا تجربه في هذا الخلاط العجيب جدا او المتعدد الوظائف. صراحه كاين هذا كيتباع غير بوحدو وماشي حتى الثمن ديال هذه كامله. وهنا دايره 250 درهم بروموسيون، ديري لها 250 درهم في بروموسيون، كينقصوا شويه بعض المرات راه كنلقاوها حتى للنص
كيلقاوها حتى تلقايها غير ب 250. اليوم مشيت لقيت في واحد الجهه بروموسيون حاجه اللي كتوصل 4000 5000 دايرين لها غير 50%، والناس لقيت لي عليها ما وصلت لحتى حاجه. كانوا عجبوني واحد زليف في واحد السيبورا ديالهم، كانوا ب 40 درهم وردوهم ب 20 درهم، ولكن طاروا بهم. اي حاجه اللي انا بزز بعدا باش خديت هذه طاروا بها وخلاص. هادو ديال لي مول كاينين كسارين، وغادي نوريكم مشتريات اخرى اللي هي مشتريات عاديه كنشريها في كل شهر. شريت هذا ا بي سي، هذا ديال الماكينه وفيه الرائحه مباشره. هذا كان ديال الصابون كنصبنوا به. ا بي سي سائل لتنظيف الاقمشه الناعمه والصوفيه. بصراحه بعض المرات كنصبنوا شي حوايج كحليين ولا شي جاكيطات ولا شي تريكويات، ملي كنديروا التيد بعض المرات كتلقاو ديك الرغوه ديال ولا الحبيبات ديال التيد. انا هذا كنصبن به دوك الحوايج. كديري قفاله منه كتصبني فيه وفيه الريحه، يعني جوج في واحد بلا ما نشريو هذوك المعطرات ديال الحوايج. هذا فيه كل شيء تقريبا. هذا داير 35 درهم، فيه 3 يطرو. وكاين هذا ا بي سي تيد ديالو ديال الماكينه، هذا مجرب ومشكور معروف بهم. 3 كيلو دايره يمكن ما عرفتش ولا ما عقلت واش 30 درهم ولا ما عقلتش بزاف ولا قل. المهم حتى هو دايرين فيه بروموسيون صافي. وخديت الدقيق دايرين بروموسيون في الزيت. المهم شي حاجه ديال التغذيه للدار. والاهم هو هادو اللي خديت. وخديت هادي نسيت ما وريتها لكمش عجبتها. هاد ليمون هادو ديال الكيك، وهادي بالاخص ديال الكاب كيك، ولكن انا ما غاديش نستعملها غير في الكاب كيك، غادي نستعملها هكا لا درت الحلوى لا درت الكيك، الخبز، اي حاجه. عندها هكا وعندها هذه كتحيد وكتبقى غير هكا وما كيدخلهاش الهواء. هادو لي كاب كيك صغار لا بغيناهم. اي حاجه الحلوى واي حاجه غادي نحطها في الطبله ولا نديروها في الثلاجه. ها هي دايرينهم في الالوان، دايرينهم في الابيض الموف الغوز، ودايرين حتى الطوال ديال الخبز، ودايرين حتى الدايرين ديال الكيك. انا عجبتني هذه فيها كلشي. ممكن اي حاجه ونحط فيها حتى الطبسيل ونغطيه ماشي مشكل. هذه دايره 30 درهم 29 درهم تقريبا 30 درهم في الالوان. المهم هادو هما المشتريات ديالي. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ونمشيو للتجربه ديال الخلاط المتعدد الوظائف. من بعد ما غسلت الخلاط ديالي غادي ندير معكم واحد التجربه. ناخذ بعدا شويه المعدنوس. المهم هذا عندي ها هو مغسول. نشوفوا واش كاين شي ولا الفرشي. تجربه قدامكم قدام عينيكم. نقطعوا فيه البصله، نقطعوا فيه الفلفله، ونعصروا حتى العصير. مهم وغادي ندير هكا ساهل بعدا في الاستعمال. ودابا شنو غادي ندير؟ هو لا بغينا نستعملو خصنا نستعملو بزاف. المهم نشوفوا امام اعينكم بدون مونتاج. ولا باش ما طحنش ليا اشنو ندير به. عندي ما ندير به من غير انني شريته على ود المعدنوس، لكن يمكن خصنا نديرو كميه كبيره. المهم بالصوره طحنتو وعاود طحنتو. المهم نشوف الا درنا كميه قليله ما كيطحنش لينا القزبر والمعدنوس كما بغينا، اذا كيبقى كبير. المهم الا درنا كميه قليله راه ما غاديش يطحنوا. المهم مره اخرى ان شاء الله ونوريكم كميه كبيره واش غيطحنوا ولا ما غيطحنوش، باش نشوفوا واش اننا ناخذوه ولا ما ناخذوش. المهم انا دابا خديته ولله. المهم غادي نطحن فيه دابا البصله والفلفله وغنشوف واش غنحصل على داكشي اللي بغيت ولا لا. ومالا مازال محافظه زعما على كرتونه نقول غنردو. المهم انا درت الفلفله هنا مع القزبر والمعدنوس وغادي ندير البصله ونشوفوا النتيجه الثانيه. المهم الربيع قبطه صغيره ما طحناش هو الاهم. نوصلوا
انا ديما كنشكر داك المنتوجات ديالهم. يمكن انا درت غير شويه نقدر، يمكن عندي القزبر المعدنوس مثلا فاسكين. بعد الطحن المتتالي لم احصل على نتيجه جيده كذلك. المهم كيطحن غير لتحت، خاص يكون كميه كبيره باش يطحن داكشي. اذا نقولوا واحد 25% يصلح، 70% ما يصلحش للكوزينه والطحين. ممكن نصوبوا به مايونيز وقيله ولا. المهم ها هو ما طحنش ليا داكشي كما بغيتو انا. ما عرفتش واش نردو لهم ولا شنو، ولكن غادي يمكن انا خصني ندير كميه كثيره باش يطحن. واللي عنده شي تعليق ولا عنده شي افاده احسن من ديالي ممكن. المهم انا هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها، شي غليظ شي رقيق، ماشي هي هذه النتيجه اللي بغيت، خيلوطه وصافي. دابا نمشيو للعصير نشوفوا واش غيطحن ولا ما غيطحنش. التجربه الثانيه اللي غادي ندير هو غير الخيار والماء، نشوف واش غيطحنوا لي. بعض المرات كنبغي نشرب انا غير الخيار والحامض، نشوف واش غيطحنوا لي ولا لا. المهم يمكن هنايا درت كميه قليله، هاد الماس يمكن صغيورين ما كيطحنوش الجناب كاملين، صغار للاسف. هادو صغار خصهم يكونوا كبار واصلين للجناب الاخرين باش يطحنوا كلشي، كيطحنوا غير اللي حداهم صافي. المهم انا درت هنايا الخيار ودرت الماء وغادي نسد مزيان وغنطحن ونشوف. المهم العصير كيطحنوا زوين. العصير ما عرفتش منين طفي اصلا حتى حيت لضو. المهم غادي نحلو تطحن مزيان العصير. ندير واحد الكاس، شوفوا النتيجه، تيطحن زوين العصير، تيخليش فيه حتى حاجه. ها هو دابا غير الخيار والماء صافي. ومن بعد كطحنيه وكنديروا هاد القضيه هكا وكنحصلوا على هذا صافي. ممكن اننا نشربوه بهذه الطريقه. المهم هذه عمليه، هذه مازال ان شاء الله ندير فيها عده تجارب، مازال ما نقديش. يمكن القزبر المعدنوس حيت فاسقين كيديروا هذه الطريقه، لان حتى ملي كنبغيو نقردهم بالقراده العاديه كيتعجنوا لينا. وممكن انهم ما قداش طحنهم لان كميه صغيره، خصنا نديروا كميه كبيره. المهم هذه هي التجربه. وعلى العموم كما قلت هذا 25% وهذا 100% كيطحن مزيان. وهذه هي التجارب ديالي مع الخلاط المتعدد الوظائف. وبصحتكم العصير الخيار والماء بالصحه والراحه. وكنتمنى تعجبكم هذه الجوله في بيم، وما تنسونيش من جيم ومن دعم القناه ديالي. وكنشكركم بزاف بزاف بزاف. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. وترقبوا الجديد في القناه ديالي، كل ما يهم المراه. الى اللقاء. للاسف بعد ما فشلت التجربه مع الخلاط المتعدد للوظائف ديتو لبيم، وبصراحه ردوه ليا وردوا لي فلوسي. ديتو لهم بصراحه وبالعكس قالوا ردوه ليا وعطوني فلوسي وقالوا لي سمحي ليا وسمحوا لنا وشكرا. بصراحه التعامل ديالهم زوين، الحمد لله رديت فلوسي. والى منتوج واحد اخر جديد ان شاء الله، الى نشوف شي حاجه بديله شرحت لهم المشكل اللي كاين وتقبلوه الحمد لله وخديت فلوسي. وهذه هي كانت التجربه ديالي الفاشله مع الخلاط المتعدد الوظائف قدام الاعين ديالكم.